ايوه مين اللي بيخبط؟ انا عماد. عماد حضرتك خلصت شغل؟ لا لسه ورديه ما خلصتش. ايه دي؟ مين دي يا عماد؟ مين دي؟ استني بس، اتفضلي يا حاجه اقعدي. تتفضل ايه؟ اتفضل ايه يا عم الحاج؟ ايه في ايه بس؟ هي من بيت اهلك دي؟ مين دي؟ لا مش من بيت اهلي ولا حاجه، ده ست لقيتها كده غلبانه نايمه في الشارع والجو برد عليها فقلت خليها تنام لا هنا. والله، وانت اي حد تلاقيه في الشارع تجيبه لنا ولا ايه؟ احنا ناقصين ولا ايه بلاوي؟ ليه يعني؟ مش هيحصل حاجه يعني. لا هيحصل كتير والليله دي ما تستناش، خدها معاك دلوقتي يلا. احنا انت عبيط يا عماد؟ ما يمكن بتستعبط ولا جاي تتبلى عليه. احنا هنفتحها ملجأ بقى، اي حد تلاقيه تجيبه، اي حد يقابلك هاته بعد كده. صح عندك حق. ما ينفعش تلاقي اي حد بره، احنا ما نعرفش، ما يمكن عامله نفسها بتستعبط. صح عندك حق. يا حاجه يا حاجه تعالي يا حاج. يلا اتكل على الله، مش ناقصين احنا. وديها مطرح ما جبتها يا عماء، هتعيش معانا قال. ناقصين احنا قرف. خديجة شفتي بابا؟ شفت الولايه اللي معايا البشتيته دي؟ طب وانت دلوقتي يا حاجه هتروحي فين؟ ما اعرفش يا ابني هروح فين. انت والله صعبانه عليا يا حاج. انا برضو مش عايز اسيبك في الحته اللي انت كنت نايمه فيها دي. معلش يا صعبانه ابني. عليا. ما عشان يا ابني هتبقى عامله لك مشاكل ومراتك خايفه مني. انت عارفه هي مراتي اصلا طيبه بس ممكن تكون قلقانه شويه. هي قلقانه بس. لا تعالي بس تعالي. لا 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 لا. لا والله. عشان ما اعملكش مشاكل. لا انا بقول لك ده هي طيبه والله. تعالي بس، ده هتعاملك معامله كويسه بس لما تاخد عليك. ايوه يا عماء. ايوه. تاني برضو جايبها تاني؟ انت اتجننت ولا ايه يا عماء؟ انت مصمم؟ معلش يا حاجه خش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت هتسيبيها لحد ما اخلص الورديه بتاعتي واجي خلاص ماشي؟ انت قلقانه منها ليه؟ انت خايفه منها ليه؟ ده ست كبيره، ده انت اللي تقدريها مش هي اللي تقدرك يعني. انا مش ناقصه بلاوي يا عماد، انا قلت لك على اللي فيها. طيب ماشي. اخرك لما تيجي من الشغل ماشي تتصرف فيها. ماشي خلاص. بس شوفها بس لو محتاجه لقمه ولا اي حاجه. كمان. يلا بقى خلاص. اوعى يا حاج، اوعى، انا المخده ده لسه غاسله الفرش. لو عايزه تنامي نامي هنا. ماشي يا بنتي. مش عارفه جايبها منين دي. ما راح فين اللي اسمه عماد ده الزفت؟ قال ايه والنهارده عملوا لي هاخد ورديتين وعلشان البيت قريب قال لي اقعد ورديه هنا في الشغل وورديه التانيه طبها لي في البيت، بس اما يجي لي الزفت ده. خدي يا ستي انت لو هتتغطى. ماشي يا بنتي كتر خيرك، بس ممكن طلب. طلب ايه؟ اوعى تكون فاكره نفسك ان انت عايزه تاكلي. لا يا ماما هنا ما عندناش اكل. لا انا مش عايزه اكل، انا عايزه شويه ميه اشرب. ماشي كان كده ماشي، بس بقول لك ايه، اوعى تكون فاكره نفسك هنا قاعده في اوتيل كل شويه تطلبي. انت كده شويه وماشيه يعني. ماشي يا بنتي. ما نشوف اخرتها. الله سبحانك يا رب، ازاي دي يتجوز دي؟ تشرفت يا استاذ محمد ولا استاذ محمد ولا استاذ زفت؟ انت شرفت يا اخويا. يا استاذ محمد في ايه بس؟ انتش كمان بتقول عايز ورديتين، ورديه تقعدها هنا وورديه تقعدها في البيت. يا استاذ محمد انا وصلت لحد البيت والبيت قريب هنا اصلا مش بعيد. لا ما انت قلت لي. بقول لك ايه يا اخويا، انا مش واخد الشغلانه دي من شركه ولا حاجه ولا وظيفه، ده مقاوله يعني. انت كده عطلت لي يوم. يا استاذ محمد ده 5 دقايق رحت في يوم البيت وجيت، بس ما انا هقول لك بس على اللي حصل. ولا تقول لي على حصل ولا تقول لي على ما حصلش. انت من النهارده كده ما تنفعش معايا خلاص. طب يا استاذ محمد خلاص ان كان على الورديه بتاع النهارده دي والساعتين اللي اشتغلتهم مش مهم وهاجي من بكره ان شاء الله. بقول لك ايه ولا النهارده ولا بكره، انت من النهارده مالكش اكل عيش معايا. يلا اتفضل. تعطلتني وخربت بيتي، انت ما تتكلمش معايا. ليه بس يا استاذ محمد بالله عليك؟ بقول لك ايه، يلا بالصلاه على النبي كده، الله يرضى عنك. يلا روح. لا قوه الا بالله. ما نشوف واحد غيرك. شربت الميه وهتطلبي حاجه تاني بقى، لحسن انا مش طايقه نفسي ولا طايقاك. الحمد لله يا بنتي. مين اللي بيخبط؟ عماد تعالي رجعك تاني، اوعى تكون جاي تطمن عليها مفكره ليه هتقعد. مالك في ايه؟ رفضوني من الشغل. رفض منها لله، هي دي السبب.
هي دي السبب اللي عطلتك عن شغلك. انا قلت لك الوليه دي والشفاره مش مرتاحه لها، ما صدقتنيش. يا شيخه بقى حرام عليكي بقى، سيبيني في حالي. هي ذنبها ايه الست دي اصلا؟ ذنبها ايه؟ ذنبها اللي انت اتعطلت بسببها. شيخ خلي في قلبك رحمه بقى، انت ما شفتهاش اصلا؟ وساعه ما جبتها كان منظرها عامل ازاي؟ كان عامل ازاي يعني؟ هقول لك. ايه ده؟ يا حاج يا حاج ايه يا ابني؟ يا حاج، انت اللي معادك هنا كده؟ ما اعرفش يا ابني، مفيش مكان اقعد فيه. يعني انت مالكيش بيت؟ لا لا. طب انت اسمك ايه؟ ما اعرفش. يعني انت ما تعرفيش انت ليكي بيت ولا تعرفي ليكي اسم؟ لا يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب قومي معايا يا حاج. هتوديني فين يا ابني؟ اوديكي بيتي. ماشي يا ابني. دي الحكايه. وصعبت عليك بقى فقمت جايبها لي انا في البيت. ايوه، ما انا سيبها في ما الشارع. ينفعش عليك غالي يا اخوي. بس يا حبيبتي ما تزعليش، انا ماشي. لا يا حاجه مش هتمشي، انت قاعده. سيبها تمشي شويه تتكل على كفايه اللي احنا قلت فيه. لك هتقعد. بس يا ابني هقول لك كل حاجه. اتفضلي يا حاج. انا يا ابني كنت فاقده الذاكره ولا حاجه، امال ايه يا حاج؟ بس انا كنت بختبرك ليه؟ يا حبيبي. اصل انا وارثه مصنع، ايوه. فانا ما انا وليا كبرت في السن، ولا ليا للشغل ولا فيا للبتاع. ربنا يديك الصحه يا حاج. فطبعا انا عايزه واحد امين يمسك لي المصنع. ماشي. الناس دلوني عليه، فانا عملت كده عشان خاطر اختبرك. سبحان الله. طب يعني انا هعمل ايه في المصنع يا حاج؟ انت اللي هتمسك المصنع وتديره يعني هيبقى انا المدير المصنع؟ ان شاء الله. انت كريم يا رب. هي كده. وانت يا بنتي يا حبيبتي اللي يجيلك على بابك ما تزعليش ولا تكشري فيه ولا تزعلي منه. قولي لي يا حاج. ماشي يا حبيبتي. ماشي، متشكر جدا ليك يا حاج. يعني انت يا حاج حقك عليا، سامحيني على اللي انا عملته معاك. لا انت بنتي انا برضه. اسف، انا اسفه يا حاج على اللي حصل مني. انت بنتي يا بنتي. طب خلاص اقعدي يا حاج، اقعدي. لا معلش بقى، وانت ان شاء الله تجيني بكره. خلاص ماشي. انا معايا رقم تليفونك. انت كمان جبت رقم تليفوني؟ ما هو الناس ولاد الحلال اللي ادوني ده رقم تليفونك. طب بتقعدي معانا طيب يا حاج؟ معلش يا حبيبي. انا والله يا حاجه مكسوفه من اللي حصل ده. لا حقك عليا يا حاجه، ما معلش. تتكسفيش يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. شفتي بقى اللي انت كنت عماله مش عايزاها تقعد هنا ولا ثانيه ولا لحظه، وفي النهايه بصي هبقى مدير مصنع، ولا بقى هكنس ولا اعمل اي حاجه ثانيه.